أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا ولقائنا المتجدد أسبوعيا وأسرة يوم السبت من برنامج نور في قلبي. بنسعد بصحبتكم، والنهاردة واحدة من الحلقات اللي بنحاول فيها أن احنا نستعرض بعض من الأمور التي يحث عليها التشريع الإسلامي، وهي من الأمور التي ترتقي بالإنسان وترتقي بالمجتمع. في بعض المصطلحات المستحدثة التي جاءت مع العصور الحديثة والتقدم العلمي والتكنولوجي وعلوم الفلسفة والأدب والاجتماع وخلافه، ومن هذه المصطلحات مصطلح الإيجابية. مطلوب أن كل إنسان يكون إيجابي على المستوى الشخصي، على مستوى تجاه تعامله مع أسرته مع مجتمعه، ولكن هذه الإيجابية التي يتحدثون عنها هل هي من الأمور المستحدثة فعلا؟ ولكن وجدنا مع البحث أنها ليست من الأمور المستحدثة. الإيجابية من الأمور التي حث عليها التشريع الإسلامي بشكل مباشر وواضح، وحملت مسميات ومعاني أكثر شمولية من مجرد كلمة الإيجابية. يعني لما بنيجي نتكلم على دور الإنسان تجاه مجتمعه، وكيف حث التشريع الإسلامي الإنسان على أن يكون إنسانا فاعلا مصلحا مساندا مساعدا، وده إيجابية. والأشكال هذه الإيجابية جت في أمور كثيرة جدا، وجت بتوجيهات ربانية ونبوية كثيرة جدا. فكرة عدم التواكل، ان الانسان لازم يكون عنده مبادره، لازم يكون صاحب موقف صاحب فعل، هذه من الامور الايجابيه، وهي من الامور التي حث عليها التشريع الاسلامي. والامثله والنماذج كثيره سنستعرضها معكم النهارده ان شاء الله من خلال هذه الحلقه التي سوف نتكلم فيها عن مفهوم الايجابيه في التشريع الاسلامي. وبيسعدنا ان يكون ضيفنا في هذا اللقاء الاستاذ الدكتور رضا عبد الواجد، عميد كليه الاعلام بجامعه الازهر. اهلا بحضرتك معنا. اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين جميعا. أعزائي المشاهدين، فاصل نبدأ بعد الحوار. عين الله شايفانا بترعانا، مفيش مخلوق في دنيانا يا مولانا هيحسدنا على التوبة وتقوانا، وجيش إبليس وشياطينه حينسانا. عين الله شايفانا بترعانا، مفيش مخلوق في دنيانا يا مولانا هيحسدنا على التوبة وتقوانا، وجيش إبليس وشياطينه حينسانا. أهلا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم ورجعنا مرة تانية لبرنامجنا النهاردة وحلقتنا اللي ستدور عن الإيجابية في التشريع الإسلامي، وكيف حث التشريع الإسلامي على أن يكون الإنسان إيجابيا تجاه نفسه، تجاه أسرته، تجاه المجتمع، بل تجاه العالم الذي يعيش فيه. وأجدد الترحيب بالأستاذ الدكتور رضا عبد الواجد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر. دكتور رضا، التعبير الإيجابية يعني له أشكال متعددة وكثيرة جدا جاءت من خلال توجيهات ربانية ونبوية للمسلم بشكل صريح. يا ريت نستعرض مع حضرتك كيف جاءت مفهوم الإيجابية في أشكال متعددة في التشريع، وكيف جاء هذا التوجيه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في البداية أحب أن أشير إلى أن كلمة الإيجابية هي فعلا من الكلمات المستحدثة زي ما حضرتك تفضلت بالإشارة، إنما هي لها معانيها متجذرة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. ربنا سبحانه وتعالى حينما خلق الله الإنسان أراد له أن يعمر الأرض. فكرة عمارة الأرض في حد ذاتها هي الإيجابية، أن يكون لك دور في هذه الحياة وفي الارتقاء بحياة
البشرية. هذا جوهر المسؤولية أو الإيجابية التي يمكن أن نسميها المسؤولية التي خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان من أجلها. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. فكرة أن الإنسان يبقى واخد زمام المبادرة، أنه هو يبادر في إصلاح الواقع الاجتماعي الذي يعيش فيه، في أن يأمر بالمعروف، يأمر بالفضائل ويحث عليها، ينهى عن الرذائل ويعني يحد منها. هي فكرة المسؤولية التي خلق الله الإنسان من أجلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الصحيح: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني جعل غاية المبعث الرسالة النبوية هي تتميم مكارم الأخلاق. عايز من كل مسلم أن يكون ذا أخلاق حميدة. من ضمن الأخلاق الحميدة أن الإنسان يكون مبادر، أن الإنسان يستشعر المسؤولية التي ألقاها الله على عاتقه. إنما الإنسان الكسول، الإنسان المتواكل، الإنسان الاتكالي، أيا كان بقى المصطلح اللي احنا بنسميه في حياتنا، هذا عكس ما أراده الله سبحانه وتعالى للإنسان المسلم. الحديث الشريف أيضا الذي يقول فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. يعني وفي كل خير. المؤمن القوي معناه هو هذا المؤمن الذي يبادر في الإحساس بقضايا مجتمعي، يبادر في المشاركة في خدمة مجتمعي، يستشعر المسؤولية أولا تجاه ذاته، لأن أولا أنا لازم أنمي نفسي ذاتيا وأخلي شخصيتي كمسلم شخصية إيجابية، شخصية فاعلة في المجتمع. ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبني يوم القيامة كمسلم على سعيي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فهنا مسؤولية ذاتية، دي أولا. وهناك نوع آخر من المسؤولية، هي المسؤولية المجتمعية. المسؤولية المجتمعية لابد أن يكون لي دور في المجتمع المسلم. حينما حتى أقف في صفوف الصلاة لابد أن تكون هذه الوقفة بشكل منظم. فأنا لي دور في أن أحافظ على هذا النسيج المجتمعي الذي يحاول الدين الإسلامي أن يربي المسلمين عليه. كل شيء ماشي بانتظام، كل واحد له دوره في المجتمع الذي يعيش فيه. وإذا تقاعس المسلم عن أداء دوره فإنه في هذه الحالة يخرج من دائرة الإيجابية ويدخل إلى دائرة السلبية. عشان كده الإيجابية هي من مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الإيجابية هي الاستشعار بالمسؤولية. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وإن لم تكن حديثا إلا أن هذا المعنى صحيح. المسلم الذي هو يعني حياته منقطعة عن حياة المجتمع الذي يعيش فيه هو سلبي. المسلم الذي يفرغ نفسه للعبادة رغم أهميتها ولا ينخرط في الأعمال الحياتية هو لا يفهم الدين بمفهومه الصحيح. سيدنا عمر رضي الله عنه لما وجد رجلا في المسجد ويتعبد، يعني وجدوا الصبح وجدوا الظهر وجدوا العصر، في كل وقت يجد هذا الشخص يعني معتكف في المسجد. فقال له: يعني من الذي ينفق عليك؟ قال: أخي ينفق علي. قال: أخوك أعبد منك. يعني ففهم المسلم للحياة هو فهم مزيج بين الموازنة بين الحياة المادية والحياة الروحية. أنا ما أقدرش إن أنا مزيج بين مصلحة الدنيا ومصلحة الآخرة. كان أحسن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بيدعوه ويكثر منه هو الدعاء الوارد في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يبقى المسلم لابد أن يوازن بين أمري الدنيا والآخرة، يدعو الله سبحانه وتعالى بصلاح الدنيا ويدعو الله أيضا بصلاح الدين أو صلاح الآخرة. هذه هي المعادلة التي ينبغي أن يفهمها المسلم لكي يكون إيجابيا، وإلا فما فائدة أن يكون لدينا يعني مسلمون كثيرون ولكنهم يعني على حد وصف النبي في حديث آخر غثاء كغثاء السيل، ما يعني ليس لهم قيمة تذكر، لم يضيفوا إلى رصيد الحضارة الإنسانية شيئا. ولذلك المسلم الآن مطالب أن يكون له دور في بناء الحضارة وفي بناء الفكر وفي تطور المجتمع وفي الحفاظ على سلامة الأوطان وفي الحفاظ على سلامة أو ما نسميه الأمن الفكري للمجتمع.
إذا كان مثلا هذا المسلم يجلس بالساعات الطويلة يستخدم منصات التواصل الاجتماعي مثلا، ورأى خبرا سلبيا، عليه ألا يقوم بنشره أو بإعادة نشره، لأن ده مشاركة في السلبية ومشاركة في الإضرار بالمجتمع. إذا رأى مثلا ما يستوجب أن يتواصل مع بعض الجهات مثلا لإصلاح خلل ما، عليه أن يفعل ذلك، لأن هذه هي قمة الإيجابية التي يريد الإسلام أن يكون المسلم عليها. الإسلام لا يريد عددا، مش المسألة مش بالعدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم قوما يباهون أنفسهم بالأعداد الكثيرة، قال غثاء كغثاء السيل. العبرة بإيه؟ بأن يكون هناك عناصر من المسلمين الفاعلين المؤثرين. احنا عندنا ظاهرة في السوشيال ميديا دلوقتي اللي هي ظاهرة المؤثرين أو ما يسمى الانفلونسرز. المؤثرين نريد من المسلم أن يكون مؤثرا، ولكن بقى بنضيف حاجة: تأثيرا إيجابيا في مجتمعه، بحيث إذا كتب منشورا يكون له مردوده الإيجابي على فكر والآخرين. إذا قام بإنتاج محتوى، بمثلا إنتاج محتوى معين، سواء محتوى فيديوي أو محتوى تصويري أو ما إلى ذلك، فإن هذا المحتوى يسهم في زرع القيم الإيجابية والتفاؤل وحسن الظن والمبادرة، والإسهام في المشاريع المجتمعية الكثيرة التطوعية وغير التطوعية التي يمكن من خلالها أن يسهم في تقدم وتطور المجتمع المسلم الذي ينتمي إليه. لو رحنا مثلا للتاريخ الإسلامي، نروح لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة الحسنة الذي قال عنه القرآن الكريم، أو قال الله عز وجل في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كل مسلم مطالب أن هو يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نيجي نسأل نفسنا سؤال: كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان إيجابيا في حياته؟ نعم، لقد كان إن صح التعبير زعيم الإيجابيين. رفض أن يسجد لصنم قبل أن يوحى إليه، رفض أن يفعل ما كان يفعله بعض الناس من شرب الخمر الأمور التي وذلك حتى قبل نزول الوحي عليه، قبل نزول الوحي. وكان يذهب يتحنث في غار حراء قبل أن يوحى إليه، لدرجة أن الوحي نزل عليه وهو يتحنث على ملة الحنيفية اللي هي ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام. وجاءه جبريل وقال له: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. اقرأ، ما أنا بقارئ، إلى أن نزل عليه أول آيات من القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولو نلاحظ أول أمر إلهي لم يكن أمرا بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصيام ولا بالحج اللي هي أركان الإسلام الخمسة اللي احنا عارفينها، ولا بالشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن كان أمرا بالعلم، القراءة. لأن العلم القراءة والاطلاع والتزود بالمعرفة هو الذي يجعل الإنسان فاهما، هو الذي يجعل المسلم واعيا، هو الذي يمكنه من أن يكون إيجابيا. كيف يكون إيجابيا دون أن تتوفر لديه مقومات الإيجابية، وهي المعلومات المستقاة من مصادرها الأصيلة. لكن تكون هذه القراءة بإيه؟ باسم ربك. في بوصلة لابد أن نلتزم بها، وهي الطريق إلى الله سبحانه، نسير في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. كل ما نتعرض إليه من علوم ومعارف لابد أن تصب في النهاية في خانة إيه؟ في خانة خدمة هذا المجتمع وخدمة دين الله وشريعة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نلاحظ بقى لما رجع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو ترتعد فرائصه وراح للسيدة خديجة رضي الله عنها، دي برضو درس بنقوله بناتنا ونسائنا في مجتمعنا المسلم، نشوف ازاي كان تصرف السيدة خديجة رضي الله عنها مع هذا الموقف العصيب. يرتعد فرائصه، حدث جلل، حدث خطير جدا، ولا يعرف ماذا أصابه، ويقول: زملوني زملوني. فجاءت بقى دور المرأة المسلمة الصادقة الصالحة الإيجابية، قالت له بكل ثقة وبكل حسن ظن في الله سبحانه وتعالى: والله، وهي تقسم: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم. ذكرت له بقى مبررات أن الله سبحانه وتعالى لن يخذله: إنك لا تصل الرحم وتعين الملهوف وتعين على نوائب الحق. عددت له الصفات الكريمة والأخلاق الحسنة التي كان يفعلها حتى قبل أن يوحى إليه. وقال استنتجت، بنت بقى نتيجة منطقية إن اللي بيفعل، وهي كانت بتعدد هذه الصفات الحميدة فيه، وهي صفات إيجابية. نعم، وتسري عن قلب. ذكرته، نعم أحسنتي،
هي تصرفات ذكرته- تخرج عن شخص إيجابي. صحيح، ذكرته بالأفعال الإيجابية التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. الراحم يصلها، يعين من يحتاج إلى يعني عون، يطعم من يحتاج إلى إطعام، يقف مع المظلوم ضعيفة. حتى ينتصر إليه. كل دي حاجات إيجابية. ذكرته بأن هذه القيم الإيجابية التي كان يتمثلها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نتيجتها المنطقية والله لا يخزيك الله أبدا. وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يعني يا أيها المسلم الإيجابي، إذا تمثلت هذه القيم الإيجابية وكنت عنصرا فاعلا في المجتمع، تساعد هذا وتعين ذلك، ويعني تقوم هذا وتنصح هذا نصيحة طيبة، وتبادر بفعل شيء إيجابي في المجتمع، تحافظ على وطنك، وتحافظ على دينك، وتحافظ على يعني الممتلكات العامة، تحافظ على كل ما تتصل به وتشاهده، كل ما هو في دائرتك عفوا، تحافظ على كل هذه الأمور، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا كما قال الله تعالى. من الأمور اللي موجودة عندنا في التشريع الإسلامي والتوجيه الإسلامي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن البعض أحيانا يستخدم هذه التوجيهات وهذه المعاني بالشكل غير المطلوب فيه. يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دي الأمور الإيجابية جدا، ولكن البعض قد يتجاوز المعنى الحقيقي المقصود منها والإيجابية المقصودة في هذا المعنى ليستخدمها بأغراض أخرى. شوف حضرتك، هو فكرة ربنا لما قال أشار إلى فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أمة بمعنى إيه؟ بمعنى طائفة. ليس طبيعيا أن يتحول الناس كلهم إلى ناصحون أو إلى ناصحين عفوا، إنما لابد أن يتصدى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أناس مؤهلون ملتزمون بمنهج الله تعالى. والمنهج حدده الله أيضا في ختام سورة النحل، قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. بالحكمة يعني أن الواحد يقول الكلمة في مكانها الصحيح، بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم حتى مع الآخر المختلف معي، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين. فحتى فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لها ضوابط في الإسلام. مش كل الناس يتحولوا إلى ناصحين، ولا كل الناس يتحولوا إلى يعني يتجاوزوا في هذه المسألة، إنما لابد أن يكون هناك عفوا لابد أن يكون هناك فئة هي التي تتصدى لهذا الأمر ويتصدوا إليه عن طريق يعني عن علم وبصيرة. المجموعة التي يمكن أن يكون لديها ملكة التوجيه نعم. أو ملكة التأثير، نعم. عشان يقدر يوجه ويكون له المجال الذي يستطيع فيه أن هو يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر كما مفترض أن يكون الإنسان. ولكن ده مش هيمنع الإنسان العادي أنه إذا رأى خطأ أمامه أو إذا رأى فعل خطأ أمامه أن هو يحاول أن هو يمنعه أو ينصح فاعله بعدم فعله مرة أخرى. صحيح. دون وجود التجاوز الذي يعطيه البعض الجماعات لأنفسهم من هذا المنطلق، أو الذي يحاولون أن يقنعوا به أنفسهم أنهم بيعملوا من أجل هذا المنطلق، فبيحصل نوع من التطاول. نعم. من بعض الأطراف على الأطراف قد يصل إلى حد العنف أحيانا. صحيح. خلينا نحرر المصطلح زي ما علماء الشريعة بيقولوا. يعني احنا عندنا مفهوم أو مصطلح الإيجابية ومصطلح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. احنا اتفقنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو المنكر أو النهي عن المنكر هو نوع من أنواع الإيجابية في ما يتصل بعلوم الشريعة أو في المجال الديني. الإيجابية مفهومها أوسع، يعني لا تتصل فقط بالشأن الديني. حينما يكون مثلا المسلم يعني يمتطي إحدى وسائل النقل العام ويرى أحدا يخرب في هذه الوسائل، فإذا نهاه وكفه عن هذا الأمر فهذا سلوك إيجابي جدا. إذا رأى مثلا في بيئة عمل ورأى بعض الموظفين الذين يتكاسلون عن أداء أعمالهم فنصحهم بأن يقوموا بأداء أعمالهم على الوجه الأكمل، هذا هو جوهر الإيجابية التي يريد الإسلام من كل مسلم أن يتحلى بها. إذا رأى مثلا المسلم في بيئة عمل مثلا واحد يعطل مصالح الناس فيقوم بنصحه بأن يقوم بإنجاز مصالح الناس واستثمار هذا الوقت الذي هو مخصص للعمل أو للدوام في إنجاز وفي قضاء مصالح الناس، وهذا شكل من الإيجابية. أما فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا أمر متعلق بأمر ديني،
هنا لا يتصدى له إلا الذين لديهم تكوين معرفي وعلمي يتناسب مع جلالة هذا الأمر. تمام. ربنا قال في ختام سورة يوسف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. لا نريد أن يتصدى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا الذين هم على بصيرة، الذين لديهم تأهيل معرفي، يعني متخرجين من يعني كليات معينة وتخصصات معينة قاموا بدراستها على النحو الذي يضمن لهم الاستنارة والحكمة، وأن يعني يقولوا القول في موقعه الصحيح، اللي هي الحكمة التي عرفها العلماء بأنها يعني الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، ومنها الكلمة تكون في مقامها الصحيح. فاحنا نريد أن يكون كل مسلم إيجابي في حياته من أول ما يبدأ يومه، حينما يسمع صوت الأذان، أذان لصلاة الصبح مثلا أو صلاة الفجر، يعني يقوم يبادر يعني تلبية نداء الله تبارك وتعالى، ثم يستثمر هذا الوقت الذي منحه الله عز وجل، التي هي نعمة عظمى، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يستثمر هذه النعمة الكبيرة التي أنعم الله بها عليه. هذا يوم جديد، لابد أن نستثمره في ما يفيدني في حياتي، ما يفيدني في ديني، ما يفيدني في عائلتي وفي أسرتي. فيعني يذهب إلى الدوام ولا يتكاسل. إذا كان طالب مثلا يذهب إلى جامعته أو يذهب إلى مدرسته، يحاول أن يستذكر دروسه، يحاول أن يجنب نفسه ما نسميه المعيقات، سواء بقى السوشيال ميديا أو إدمان السوشيال ميديا أو الوقوف أو الجلوس على المقاهي أو الجلوس على قارعة الطرق أو كل ما يلهي عن الحاجات الأساسية الإيجابية. معناها إن المسلم يبقى عنده حاجة يقدر يحدد بها أولوياته. ما هي الأولوية التي ينبغي أن أنفق فيها وقتي؟ ما هي الأولوية التي ينبغي أن يعني تتصدر أولوياتي واهتماماتي؟ وأيضا أعتقد أنه من المفاهيم المهمة جدا في مسألة الإيجابية هي مسألة المبادرة بفعل الخير، المبادرة بمساعدة الآخر، المبادرة بالتعلم، علشان هقدر استخدم هذا العلم في فايدة مجتمعي بل في فايدة الإنسانية كلها. ففكرة المبادرة هي من الأمور المترتبة على كون الإنسان المسلم إنسان إيجابي. تمام. المبادرة الحمد لله احنا عندنا في مصر عندنا مؤسسات كثيرة جدا تدعم المبادرات التطوعية بشتى صنوفها. فالمسلم هنا إذا تربى وتعلم على أنه إيجابي، يعني يستطيع أن يبادر ويستطيع أن يساهم، ما المانع إذا كان لدي فائض وقت أن أستثمره في أن أخصص جزء من وقتي للمشاركة في بعض الأعمال التطوعية التي تقوم بها أعمال، ونحط خط تحت كلمة مؤسسات رسمية تعمل في إطار القانون، حتى لا يعني يذهب الشاب أو يوقع نفسه في مشكلات أخرى. إنما هناك قنوات شرعية، هناك مؤسسات رسمية، هناك منظمات مجتمع مدني تأخذ تصريحا قانونيا من الشؤون يعني المؤسسات، وزارة التضامن الاجتماعي أو المؤسسات المختلفة. ما المانع أن يقوم الشاب بالمبادرة بأن ينفق بعضا من وقته في مساعدة هذه الجمعيات وهذه المؤسسات، في مساعدة المحتاجين وفي تصنيف الأشكال التي تقدم لهؤلاء المحتاجين، سواء كان طعام أو سواء كان كساء. هذا شكل من أشكال المبادرة التي يشعر من يفعلها أو من يسلك هذا الطريق يشعرون بسعادة غامرة. كل من يعمل في المبادرات التطوعية التي هي بدون أجر، يعني الأجر ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كل الذين يعملون في مثل هذه المجالات يحدثوننا عن شعورهم بسعادة ليس لها مثيل، لا يجدونها في أي مكان آخر. فهناك متعة تسمى متعة العطاء، ولا يشعر بها إلا الإيجابيون في أي مجتمع. هناك سعادة غامرة يستشعر بها الإنسان المسلم حينما يقتطع من وقته جزءا ويحاول أن يساعد من يحتاج إلى المساعدة. هنا يعني نرجع تاني لحديث صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ربما بسبب هذه الأعمال التي قام بها الشاب أو قام بها هذا المسلم في حياته أو قام بها المسلمة في حياتها، يعني يزيح الله عز وجل الكثير من الكوارث والمصائب التي ربما تقع. هذا حديث نص حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستشعر المسلم الأهم بقى، يستشعر قيمة حياته ويستشعر معنى الحياة.
يعني احنا عندنا هرم ماسلو، وفقا لهرم ماسلو للحاجات الإنسانية، تحت خالص في قاعدة الهرم سنجد الحاجات الفسيولوجية التي لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدونها. إنما في قمة الهرم إذا توفرت كل هذه الحاجات وتوفر الأمن والأمان، فإن قمة ما يطمح إليه الإنسان هو تقدير الذات، الحاجة إلى تقدير الذات. تقدير الذات يشعر بها الإيجابيون. تقدير الذات وقيمة الإنسان لا يشعر بها الذين ينتجون محتوى هابطا أو محتوى هاتفا في منصات التواصل الاجتماعي، إنما يشعر بها المؤثرون تأثيرا إيجابيا في المجتمع. يشعر بها الذين يسدون النصائح للشباب وللفتيان والفتيات وللرجال والنساء في المواقف الحياتية المختلفة عن بصيرة أو على بصيرة، عن دراية وعلم. هذه المتعة يشعر بها الإيجابيون الذين هم يستشعرون مسؤولية أن لديهم متابعون كثيرون جدا في منصات التواصل الاجتماعي، وبالتالي هذه المسؤولية توجب عليه أن ينتج محتوى مهما، أن ينتج محتوى لا محتوى مسفا ولا محتوى هابطا ليس فيه عري ولا تعري وليس فيه مساس بمنظومة القيم الأخلاقية الموجودة في المجتمع، وإنما ينتج محتوى هادف إيجابي بناء يتفاعل معه الكثيرون. ربما واحد يقول للمحتوى اللي هو يعني الجاد ربما لا يعني يأتي بتفاعلات كثيرة، مش مهم. لا نقول لك إلا ما قال سيدنا عيسى عليه السلام: قل كلمتك وامضي، قل كلمتك وامضي، كن إيجابيا واعمل اللي عليك، وقول الكلمة التي بها تلقى الله سبحانه وتعالى وتقول: يا رب أنا أقوم بدوري، أنا أنشر الإيجابية وأنشر القيم، حسن الظن، وأنشر المبادرة، وأنشر ثقافة العمل التطوعي بين الشباب وبين المجتمع. كل هذه يعني إذا هدى الله عز وجل بهذا المحتوى رجلا واحدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية: خير لك من الدنيا وما فيها. قيمة أن يتحول شاب من عاصي إلى مهتدي، أو من غير مصلي إلى مصلي، أو من مدخن إلى غير مدخن، هذه مسألة عظيمة جدا وأحدث تأثيرا إيجابيا في المجتمع الذي يتوجه إليه بهذا الفعل الإيجابي. بالتأكيد، وزي ما حضرتك أشرت هناك الكثير، لأنه ما فيش شخص يقدر يقول أنا ما عنديش حاجة أقدر أعملها. كن إيجابي وفكر ما هو الذي يمكن أن تقدمه لمجتمعك. زي ما أشار الدكتور يعني أقدر أمنع شخص عن التدخين، دي إيجابية وشيء يعود على الشخص بالنفع وعليك أنت كمان بالنفع. أقدر أبادر وألتحق بأحد الأعمال التطوعية، محو أمية، مساعدة مرضى، جمعيات رفق بالحيوان، كلها مبادرات مجتمعاتنا في حاجة إليها، وكلها تدل على أنك مسلم صحيح تفهم المعاني اللي ربنا أراد أنه هو يوصلها لنا، بداية من فكرة التكافل الاجتماعي لأنها أحد أشكال الإيجابية، مساعدة الغير من الأشكال الإيجابية، يعني النماذج كثيرة ومتعددة. المهم أن احنا نؤمن بالفكرة ونفهمها حقيقة ونعرف أنه توجيه ديني مباشر يجب أن نسعى إليه جميعا حتى نكون أشخاص فاعلين على المستوى الإنساني للجميع وعلى مستوى مجتمعنا كمسلمين. في ختام اللقاء اسمح لي أتقدم بجزيل الشكر للأستاذ الدكتور رضا عبد الواجد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا النهارده. شكرا جزيلا. شكرا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. الأسبوع القادم حلقة جديدة ونور في قلبي. حتى ذلك الحين لكم سلام الله ورحمته وبركاته.